في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن تريكة مهمة في التسليح على برنامج الريفت. لو انا عندي تسليح معدي في فتحات في الحوائط وانا محتاج اقطع التسليح عند الفتحات، في اي ريفت قبل 26.4 كان الحل ان احنا بنمسح الاسياغ دي وبنرجع نرسمها تاني. في 26.4 وهم وفروا الموضوع ده، وده احنا كنا شرحناه في فيديو قبل كده، كنا بنشرح اوبشن سبليت سيت، هنعدي عليه وهنقول تريكه جديده. انا عندي دلوقتي الاسياغ من سبلايس سبليت ريبار سيت، اختار ان انا عايز افصل مثلا وليكن من هنا، نفس الفكره الناحيه الثانيه. الاوبشن ده طبعا موجود في 26.4 بس مش موجود في اي فيرجن قبل كده يعني. انا دلوقتي خلصت ودي الاسياغ اللي في النص. الحل ان انا همسح الاسياغ دي وارجع ارسمها من الاول، ولكن في اوبشن ان انا لو مسكت الاسياغ دي واخترت من هنا سبلايس، ممكن اعمل دبليكيت لدي واسميها مثلا نون، ومن هنا كل اللي عليا بس ان انا هغير من بار بلين هختارها نون، تمام، واخلي كل حاجه بصفر واقول له اوكي. هيطلب مني ان انا محتاج اقطع الاسياغ دي فين، اختار مثلا هنا وهقول له اوكي. هو كده عمل ايه؟ هو كده قطع لي الاسياغ دي بالاماكن اللي انا حددتها له. انا اقدر من هنا امسح ده، بقيت عندي الاسياغ دي موجوده مفيش مشكله. لو الكفر مش مظبوط ممكن ارفعه، ممكن ده عايز يترفع شويه بالشكل ده، تمام. الاوبشن ده موجود في الريفت 25، يعني موجود عادي مفيش مشكله ان انا اقدر اعمل الوصله ان هي تبقى نون. ده موجود في ريفت 25، ولكن هتكون المشكله ان انا مش قادر اعمل سبليت للسيت في ريفت 25. ده موجود في 26 الابديت الاخير، فانا اقدر استفيد من الاوبشن ده في ان انا اتحايل على الموضوع، وده هيوفر معايا وقت كبير جدا في الشغل. انا مش محتاج ان انا امسح وارسم تاني من الاول. ولو حاولت ان انا اعمل لهم تاج هلاقي ان التاج مظبوط تمام. يعني هو الاسياغ دي كان مديها تاج على اساس ان السيت كلها على بعضها. لما انا فصلت السيت هو ابتدى يقرا العدد ده لوحده، التاج بتاعه اتعمل له ابديت، ودول مفيش مشكله فيهم. لو انا حبيت ان انا اعمل لهم تاج هلاقي التاج ده مظبوط.